في الملف ديال اليوم غادي نتعرفوا على جميع أسرار وخبايا أخبث وأخطر كتاب في العالم، كتاب شمس المعارف الكبرى. وغادي نشوفوا بعض قصص الناس اللي استعملوا الكتاب واش طرا ليهم وكيفاش حياتهم تدمرات من بعد بسببه. وغادي نتعرفوا حتى على الكاتب ديالو العجيب والغريب وحياته والمسيرة ديالو. ولولا إلحاح الكثير منكم ما كنتش نتطرق لهذا الموضوع، لأن كاينين شي حوايج من الأحسن تبقى في طي النسيان. غادي نطلب منكم خوتي وخواتاتي تاخذوا المعلومات وتبعدوا من هذا العالم الخطير والخبيث، لان خاصكم تعرفوا بلي استخدامات هذا الكتاب محرمه قطعا. بلا ما نزيد نطول اكثر، خذ لي قهيوه وما تنساش الاشتراك، ويلا نبداو على بركه الله. كتاب شمس المعارف الكبرى او شمس المعارف ولطائف العوارف هو كتاب اثار جدل كبير في العالم الاسلامي. الكتاب مكون من 577 صفحه وكلها مواضيع غريبه وفصول عجيبه اللي غادي نشوفوها كاملة في هذه الحلقة. كاتب الكتاب هو أحمد بن علي بن يوسف البوني المالكي، واللي كيعرفوا عامة الناس بأبو العباس البوني. تزاد في مدينة بونة اللي معروفة دابا باسم عنابة في العام 520 هجرية، ومات في عام 622 هجرية، يعني عاش 102 عام. تعرف بحبه للعلم والمعرفة وشوقه الكبير للترحال والتجوال في الأرض. بدأ المسيرة ديالو بحفظ القرآن الكريم والدراسة ديالو المعمقة في مدينة تونس، وتفقه في المذهب المالكي. من بعد انتقل للأندلس فين تلاقى مع علماء مسلمين كبار بحال أبي القاسم السهيلي والفقيه أحمد بن جعفر الخزرجي. من الأندلس انتقل للقارة الإفريقية، بالضبط في الإسكندرية في مصر، فين تلاقى تاني مع علماء كبار بحال الحافظ أبي الطاهر السلفي. ومن تما تاني رحل للقاهرة فين استقر وتعرف تما في عهد الخليفة العاضد لدين الله. في هذاك الوقت قرر يحج ومشى لمكة المكرمة، وملي سال مناسك الحج ديالو كمل طريقه لبيت المقدس وكمل حتى لدمشق فين تلاقى مع الحافظ أبي القاسم ابن عساكر. ومرة أخرى كمل طريقه للعراق وبالضبط لبغداد فين تلاقى مع الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي. ومن تما رجع لمكة باش يدير مناسك العمرة وعاود رجع لمصر، وبقى كيتنقل موراها ما بين تونس ومصر فين تعرف بإيمانه القوي ولا واعد للناس حتى توفى في القاهرة في 622 هجرية. كيف ما فهمتوا هاد السيد كان كيدور وكيتلاقى بخيرة العلماء المسلمين وكيتعلم منهم كاملين، وتعرف بواحد الطبيعة أخرى من غير الترحال اللي هي الاعتكاف والخلوة. كان كيقصد الجبال وكيتعزل ويبقى بوحدو كيتعبد ويصوم، وكان كيفضل واحد الجبل بالضبط سميتو ماكود في شرق تونس. وهنا بداو الأقاويل والروايات على أن في العزلة والخلوة ديالو تعلم يهضر ويتواصل مع الجن اللي هما بدورهم علموه بزاف العلوم الخفية بحال علم الفلك، وهذا الشيء خلاه يبدا يتنبأ بالمستقبل. وهاد الجنون اللي كان بينهم ملوك الجن اللي غادي نتعرفوا عليهم كاملين في هذه الحلقة هما اللي تلاو عليه اش يكتب في كتاب شمس المعارف، وعطاو بزاف من الاسرار العالم الخفي، وهذا الشيء عبر سنوات عديدة. واللي غادي يجيك عجب هو ان هاد البوني عنده اكثر من 40 كتاب كتبهم كتعتبر كلها مهمة بزاف في العالم الاسلامي، بحال كتاب في الوعد وشرح اسماء الله الحسنى والانماط واللمعة النورانية. شمس المعارف الكبرى تاريخ الكتابة ديالو غير محدد، ولكن أول مخطوطة من الكتاب دارت ما بين 1679 و 1688 ميلادية. في 1895 الكاتب اللبناني عبد القادر الأدهمي عاود كتب الكتاب وزاد فيه 4 الفصول كيعقب فيها على محتوى الكتاب. أول نسخة من الكتاب طبعت وتنشرت في العصر ديالنا كانت في 1985 في المكتبة الشعبية في بيروت. النسخة الأصلية ديال الكتاب ما كيناش، وجميع النسخ اللي كاينه دابا غير معادة الطباعة، وكاين منها نسخة في المتحف البريطاني فين كيشوفوها الناس كاملين عن بعد. الكتاب فيه 577 صفحة مقسم لأربعة أجزاء مجمعة في مجلد واحد. الكتاب فيه 40 فصل، وكل فصل كيناقش موضوع معين اللي غادي نبينهم لكم في الفيديو، ولكن كاين فصل واحد أغرب من الخيال اللي هو الفصل السابع غادي نناقشه بصفة خاصة. الكتاب كيبدا بمقدمة اللي كيشكر فيها الكاتب الله على النعم ديالو، وكيقول بلي هذا الكتاب صدقة للناس كاملين. وفي نفس الوقت الكاتب كيحذر في المقدمة أي إنسان حاول يقراه ولا يستعمله بدون دراية بالغيبيات والعالم الآخر، يعني الكتاب غير للمتمرسين فقط.
لأن الكتاب فيه تعاليم خطيرة وتقدر تكون قاتلة للإنسان اللي ما كيعرفش لداكشي. الكتاب كيف قلت فيه بزاف ديال الفصول، وكل فصل فيه موضوع معين. كمثال الفصل الأول للعنوان ديالو في الحروف المعجمة وما يترتب فيها من الأسرار والإضمارات، كيناقش الحروف العربية وكيربطها بالحروف المعجمة والقوة والطاقة الخفية لكل حرف والاستعمالات ديالهم في الغيبيات. الفصل الثالث اللي بعنوان في أحكام منازل القمر 28 الفلكيات، والفصل الرابع اللي بعنوان في أحكام البروج 12 وما لها من الإشارات والارتباطات، جاء فيهم كل ما يرتبط بمواقع القمر والأبراج وخصائصها. الكتاب فيه بزاف الآيات والصور القرآنية بحال سورة الفاتحة وياسين وآيات كاف هاء ياء عين صاد وسورة الكرسي، بالإضافة لخصائص هذه الآيات وكيفاش كتستخدم في بعض الأعمال الغيبية. وهذه الخصائص وتطبيقاتها مشروحة في الفصول 5 و9 و10 و13 و17 و18 و20 من هذا الكتاب. الفصل 6 اللي بعنوان في الخلوة وأرباب الاعتكاف الموصلة للعلويات، كنلقاو كل ما يتعلق بالخلوة والأعمال اللي كدار في العزلة باش توصل وترقى وتقدر تتصل بالغيب والعالم الآخر. لحد الآن هادشي باقي طبيعي وما فيش الغرابة بزاف، حتى توصل للفصل السابع اللي بعنوان في الأسماء التي كان النبي عيسى يحيي بها الأموات، وموراه الفصل 19 اللي بعنوان في خواص بعض الأوقاف والطلسمات النافعة. وكيف ما فهمتوا هاد الفصول كتحتوي على بزاف الطلاسم المرسومة الغريبة والوصفات السحرية والأشكال الهندسية المبهمة اللي كلها مرتبطة ببعضياتها ولكن بلا ما تحدد الهدف من استعمالها، بالإضافة لكتبة ما مفهوماش ومبهمة وكتضمن حروف وأرقام وأبراج. وهذا الشيء كامل كيرتبط بآيات من القرآن الكريم وأسماء الله الحسنى وبعض الأذكار باش يتفاعل ويدار الاتصال بالعالم الآخر. والبوني في هذا الكتاب ربط حتى ما بين عناصر الطبيعة الأربعة: النار التراب الهواء والماء مع داكشي اللي سماه بالأخلاط الأربعة. وهاد الأخلاط هضر على أبوقراط قبل منه اللي هي الصفراء والدم والبلغم والسوداء، وكلها كاينه في الجسم ديالنا. الربط كان على هاد الشكل: الدم سخون وناشف بحال النار، والصفراء حارة ورطبة بحال الهواء وكاينه في المرارة، والسوداء باردة وناشفة بحال الأرض وبلاصتها الطحال، والبلغم بارد ورطب بحال الماء وبلاصتو الرية. وعلى ما قال البوني في كتابه أن أي اختلال ما بين هاد العناصر بربعة كيؤدي لإلحاق الأدب مولاها والأمراض. وهادشي كيفاش كيخدم بعض أنواع السحر الأسود اللي جا في الكتاب. وجا في الكتاب تاني أمر غريب والعياذ بالله كيتعلق بالملائكة وأسمائهم. على حساب ما قال البوني كل ملك عنده نهار مخصص في السيمانة كيتستدعى فيه، بالإضافة لأن كل واحد عنده شكل هندسي كيدل عليه. مثلا جبريل نهاره هو الاثنين والشكل الهندسي ديالو هو الشكل المسبع كيف كتشوفوا في الصورة. الخميس هو يوم إسرافيل والشكل الهندسي المتعلق به هو المربع. نهار السبت ديال عزرائيل والشكل الهندسي ديالو هو المثلث. الأربعاء ديال ميكائيل والشكل الهندسي المتعلق به هو الشكل المتمن. وهذا الشيء كامل كيدخل في طلاسم وتعاويد أو أوفاق كيف سماها البوني. وهنا غادي ندخلوا في الجزء المرعب والغريب المتعلق بالجن وملوكهم وخدامهم، وغادي تفاجئوا بالتشابه الصادم بين أسمائهم وأسماء الملائكة والعياذ بالله. كل واحد من ملوك الجن في الكتاب عنده حتى هو يوم مخصص ليه وكوكب مرتبط به اللي كيحكمه. نبداو برقيائيل حاكم الشمس ونهاره هو يوم الأحد. جبرائيل حاكم القمر والنهار ديالو هو الاثنين. سمسمائيل حاكم المريخ والنهار ديالو هو الثلاثاء. ميكائيل حاكم عطارد والنهار ديالو هو الأربعاء. صرفيائيل حاكم المشتري والنهار ديالو هو الخميس. عنيائيل حاكم الزهرة ونهاره هو الجمعة. والأخير كسفيائيل حاكم زحل ونهاره هو السبت. وكيف قلت لكم قبل، لكل ملك من ملوك الجن وزراء وخدام في العالم الغيبي كينفذوا الأوامر ديالهم ويقضوا المصالح ديالهم، وغادي نوضحهم لكم حتى هما. نبداو مع أول خادم من خدام الجن اللي سميتو زرنقط وكيتسيف على شكل مش أو نمر. الأسد الغضوب حتى هو من الخدام وكيستعنوا به السحرة والمشعوذين في الأعمال ديالهم باش يفرقوا بين الأزواج ويزرعوا الكره في قلب الإنسان. وهذا الخادم كاين خدام بحالو بزاف بحال الجني سنجاب اللي عنده بزاف الأيادي.
وكاين عزازيل واللي بغى يحضرو خصو يكون نجس وكيشرط على اللي حضرو يسجل ليه الا بغى يحقق ليه المبتغى ديالو. اما بالنسبه للخادمات الاناث من الجن فكاينه ذات المحاسن اللي كتسيف في الروضات، وكنستسمحكم خوتي وخواتاتي على القول اللي غادي يخرج مني. هاد الجنيه كطلب من هذاك الانسان اللي استدعاها انه يمارس معها المعاشره الجنسيه، وكطيحو في حبها وكتزوجو، وبالمقابل كتحقق ليه جميع المتمنيات ديالو. وكاينه خادمه سميتها نائله ذات الشعور المائله، وتسمات هكا بسبب شعرها اللي كيغطي جسمها كامل. وذكر الكتاب ان لكل مخلوق من الجن عنده طريقته الخاصه والطلاسم ديالو والتعاويذ باش تحضرو ويخدمك. كتاب شمس المعارف هو بدون منازع أكبر كتاب للسحر الأسود المحرم في العالم العربي، والناس اللي ادعوا استعمال الكتاب كيسميو راسهم المعالجين الروحانيين أو الروحانيين. كيستعملوا هذا الكتاب الأغراض بحال التفريق بين الأزواج وجلب وحبس الرزق إلى آخره. وبطبيعة الحال باش يديروا هذا الشيء كاين شروط بحال التزام الخلوة لمدة 7 أيام مع الصيام، وخاصهم يكسروا صيامهم على زيت الزبيب والدقيق ديال الشعير والخل صافي، ما يزيدوا ما ينقصوا، بالإضافة لبعض التعاويذ والأذكار والتمارين والحركات الغريبة بالجسم ديالهم. في هذا الجزء غادي ندوي لكم على واحد الانسان دعا استخدام الكتاب واشنو طرالي في حياته وكيفاش تقلبات راسا على عاقب، الله يغفر ليه. دون ذكر الاسماء، هذا السيد قال باللي كان عنده امتحان مهم في المدرسه ديالو ولقى صعوبه في الحفاظه وما قدرش يكمل كلشي الدروس اللي عنده. وكان واحد النهار كيدور في الانترنت وكيقلب على طريقه يحل بها مشكلته، حتى طاح في واحد الموقع كانت فيه وصفه من كتاب شمس المعارف اللي غادي تعطيه ذاكره قويه وسرعه الحفظ. المهم الشاب طبق هذاك الشيء كيف قراه وعلى حسابه نجح معاه الامر، ومن هذاك النهار بدا كيقلب على الكتاب في المكتبات ولكن دون جدوى ما لقاش. حتى لواحد النهار لقى واحد السيد كيبيع الكتوبه في الفراشه وسولو على الكتاب ولح عليه بزاف، وقال لي السيد عنده في الدار وطلب منه يرجع الغد باش يعطيه الكتاب، وبطبيعة الحال الثمن كان خيالي. الشاب رجع الغد وخد الكتاب ودا معاه للدار وقراه وما فهم والو منه، وطلع ليه الدم بزاف حيت حط فلوسه في التخربيق وحط الكتاب في الماريو ديالو ديال الحوايج ونساه. دازت الايام وبدا كيسمع اصوات غريبه من وسط الماريو ومشى يقلب وهو يتفكر الكتاب وجبدو وبدا كيقرا في الفصول اللي مشروح فيها كيفيه استدعاء الجن. قرر يطبق داك الشيء باش يستدعي الجن، ودازت الايام تاني وما طرا والو. حتى لواحد النهار في الليل حس بشي حاجه ناعسه حداه وكيسمع صوت التنفس ديالها وكيشم ريحه زوينه في الفراش ديالو. الشاب فرح وبدا كيتخيل وكيقول ياك ما هادشي صدق ليا وغادي تخرج ليا شي جنيه زوينه وتزوجني. ودازت الايام حتى لواحد النهار تفاجئ في بيته بالليل بمرا زوينه بزاف وقفات عليه وسمحوا لي خوتي وخواتاتي مارسوا الجنس، وقالت ليه الجنيه انها تزوجاته. الشاب في الاول ما صدق وفرح بزاف لان اي حاجه كان كيتمناها كانت كتحققها ليه هذيك الجنيه، حتى النهار المشؤوم اللي قرر باه يزوجه وهي تجهل عليه هذيك الجنيه. الدريه اللي كان غادي يزوجها ليه باه ماتت في حادثه سير وباه تشلل، والشاب خسر كل شيء داكشي اللي يتمنى من الجنيه وولا عمى وزيزون. القصص بحال هذه كثيره وما يمكنش الجزم بصحتها ولا تكذبها، وانما ذكرت هذه القصه في سبيل تكمله المعلومات ونحذركم نتوما من البحث على الكتاب والقراءه ديالو ولو في سبيل الفضول. خوتي وخواتاتي بعدوا من هادشي. اللي خاصنا نعرفه هو انه كيف قلت لكم في الاول النسخه الاصليه ديال الكتاب غير موجوده بتاتا، وهنا كاين 3 نظريات على اختفائها اللي جابوها المؤرخين. الاولى هي ان الجن بعد موت البوني خبوها عندهم نظرا لخطوره الكتاب عليهم لانه كيمكن الانس من استحضارهم واستخدامهم لمصالحهم الشخصيه. النظريه الثانيه هي ان بعد موت البوني علماء وفقهاء المسلمين هذاك الوقت حرقوا الكتاب نظرا للخطوره ديالو والخبث اللي فيه اللي كيؤدي بالجنون أو الموت لكل واحد استخدمه. النظرية الثالثة هي أن النسخة الأصلية دفنات مع البوني في قبره باش حتى واحد ما يطالع عليها ولا يستعملها موراه. الكتاب ممنوع منعا كليا أنه يتطبع ولا يتنشر أو يتباع ويتشرى في العالم العربي كامل باستثناء لبنان. بالنسبة للدين الإسلامي فهذا الكتاب محرم تحريم تام لأنه كيجيب تعاليم ديال السحر الأسود والشرك بالله، ومحرم شرعا أنك تقرأ أو تقرب منه. والبوني اعتبروا علماء الدين ساحر ومشعوذ وكافر بالله ومشرك حيث كتب هذا الكتاب، وخاصة أنه دخل آيات قرآنية فيه. أما بالنسبة للصوفيين فراهم كيعتبروا
البوني من أولياء الله الصالحين، كيف ذكر الفقيه الصوفي يوسف النبهاني أن البوني من كبار المشايخ ذوي الأنوار والأسرار، ومن كراماته أنه مجاب الدعوة. خوتي وخواتاتي، تحت الطلب ديالكم انا بحثت وجبت لكم المعلومات الكامله، وغادي نطلب منكم من بعد ما خديتوا المعلومات انكم تباعدوا على هذا الشيء وما تبحثوش فيه، لان فيه مضره لكم. هذه الحلقه كانت في سبيل الاستفاده والتحذير من هذا العالم الخفي والغامض. الى عجبتك الحلقه ما تنسانيش بالاعجاب والاشتراك في القناه للمزيد من هذه المعلومات الغامضه، ولا بغيتي نتناقشوا نقاش بناء مرحبا بك في التعاليق. الى الحلقه المقبله، ومن هنا لتما خلي ديما خيركم مفتوح.